حلوين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى يا جماعه انا معايا صفقه فراوله وهنعمل بيها احلى وصفات تقضينا طول الشهر الكريم. طبعا الفيديو بجد هيعجبكم، هنفرزن وهنعمل منها كمان عصير وكمان هنعمل منها مربى وحاجات حلوه كتير. يلا بينا. بس لو لسه اول مره بتشوفوني انا انجي، ما تنسوش لايك وشير للفيديو لو عجبكم وكومنت حلو للتشجيع وصلوا على الرسول. وتعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه في الفراوله التفاحي ديت. ويلا بينا نغسل بقى الفراولة بتاعتنا، نسمي الله كده ونغسل الفراولة كده غسلة حلوة محترمة. وانا غسلة يا جماعة الحوض بتاعي ومطهراه ومعقماه كويس جدا عشان اغسل الفراولة بتاعتي، لاني ما عنديش حاجة كبيرة اقدر اغسل فيها كمية الفراولة دي. وبعد ما غسلتها انا شلت القمع الاخضر ده، وهنبتدي نقطع الفراولة اللي معايا دي كلها مكعبات بالطريقة دي. نقطع الكمية دي كلها، وبعد كده هاخد منها 4 كيلو فراولة وانا وزنيهم، يعني انا وزنتهم على الميزان 4 كيلو فراولة. هنضيف لل4 كيلو فراولة كيلو من السكر، يعني كل كيلو فراولة هياخد معايا 250 جرام من السكر، وكده يبقى سكرها مظبوط، مش مسكرة قوي. حابة الحاجة مسكرة قوي تقدري تزودي براحتك، لكن كده بالنسبة لي سكرها مظبوط جدا. نلفها بقى بستريتش وندخلها التلاجة. ويلا بينا نكمل بقية وصفتنا. نجيب بقى الأكياس بتاعة التلاجة اللي بنحفظ فيها الأكل في الفريزر، ونبتدي بقى نحط كمية موحدة في كل الأكياس عشان تبقى الأكياس كلها مقدار واحد. تمام كده. وبعد بقى ما هحط الأكياس بتاعتي كلها، نيجي بقى للتركاية التانية المهمة، معلقتين كبار من السكر في كل كيس، ودي اللي هتحفظ لي الفراولة بتاعتي وهتخليها ما تغيرش الطعم بتاعها، وكمان لما اجي اطلعها واستخدمها ما تحتاجش تاخد مني كمية سكر كتير. ونركنها بقى ونحطها في قلب الفريزر على طول، ما تسيبهاش بره بعد الخطوة دي. ونروح نطلع الفراولة بتاعتنا اللي احنا شلناها في التلاجة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، طلعت لي صوص محترم جدا. شايفين اللون؟ طلعت كمية كبيرة من الصوص او الشربات بتاعها، ده بيخلي الفراولة بتاعتي تبقى طعمها حلو جدا. تمام كده. ويلا بقى بينا نعمل المربى في حلة كبيرة على النار. انا هنا عندي الوك بتاعي ده كبير، هنزل ب3 كيلو ونص من الفراولة، وهشيل النص كيلو ده على جنب عشان نكمل بيه بقية وصفاتنا. ما انا قلت لكم ان احنا النهاردة مهرجان الفراولة وهنعمل وصفات كتير. والتركايه بقى المهمة، باكو جيلي الفراولة ده يا جماعة، ده اللي هيحول لي المربى بتاعتي في حتة تانية خالص، وده سر من أسرارها. طب الباكو دوت هيعمل ايه يا انجي؟ انا حطيت باكو فراولة جيلي فراولة على 3 كيلو ونص مربى بتاعتي. ده يا ست الكل اللي هيديكي لون حلو للفراولة، لان الفراولة لما بتتحط على النار لونها بيفتح وهيبقى لونها بامبا فاتح كده، ومش هيديني اللون اللي احنا عارفينه للمربى. وكمان هيديني ريحة حلوة وطعم حلو، وهيديني قوام كمان حلو للمربى بتاعتي، وده سر من الأسرار محدش غيري هيقولهولك. وبعد بقى ما قلبته وابتدت كده الفراولة بتاعتي تغلي على النار، هيطلع الريم. لازم تلم الريم ده كله علشان تحافظي على صلاحية الفراولة بتاعتك وتقعد أطول فترة ممكنة في التلاجة. والتركاية التالتة هي عصير الليمون، عصير ليمونية كبيرة، ولو مش عايزة تحطي عصير ليمون تقدري تضيفي ربع معلقة من ملح الليمون، لكن أنا استخدمت عصير ليمون لأن ده متوفر في كل البيوت المصرية، فتقدري تستخدميه وانت كمان مطمنة. هنا بقى هنختبر الفراولة بتاعتنا او المربى بتاعتنا. هتعملي كده خط بايديكي على المعلقة، لو الخط فضل زي ما هو كده يبقى المربى بتاعتك بقت تمام التمام، وتشيليها على طول من على النار. لو لقيتي الخط رجع تاني لحم على بعضه يبقى الفراولة محتاجة شوية كمان على النار. انا هنا خلاص المربى بتاعتي جهزت، وهبتدي اجيب البطرمانات بتاعتي. والبطرمانات يا جماعة انا غسلاها ومعقماها في الميكرويف. لو ما عندكيش ميكرويف تقدري تحطيها في ميه مغليه على النار، وبعد كده تطلعيها تتصفى وتنشف وتبتدي تعبي فيها المربى بتاعتك. اهم حاجه البطرمانات دي لازم تكون متعقمه علشان تحافظي على الفراوله بتاعتك وتقعد معاكي شهور في التلاجة من غير ما يجرى لها اي حاجه. امشوا على الخطوات والتركات اللي قلت لكم عليها عشان تضمنوا انك تطلعوا مربى ناجحه معاكم 100% يا جماعه، وتقعد اطول فتره ممكنه. ويلا بينا بقى نكمل بقيه الوصفات. فاكرين الفراوله اللي احنا شلناها على جنب وقلنا نكمل بيها وصفاتنا؟ تعالوا هنعمل بيها مهلبيه فراوله، بس ايه حكايه تحفه جدا والله العظيم. هنا ده معايا كيلو من اللبن الحليب غليته، وبعد كده نزلت عليه بالفراوله اللي متقطعه
اللي احنا شلناها على جنب، وهننزل ب3 معالق من السكر، وهنبتدي بقى نحط بقى التاتش اللي محدش هيقولك عليه. هنحط لها روح الفراوله اللي شفتوها في الازازه دي، ودي موجوده في اي سوبر ماركت هتلاقوها، او في محلات مستخدمات الحلواني. يا هتحطي جيلو فراوله اللي شفتيه في الاول وده بيتباع عند محلات مستخدمات الحلواني، يا تقدري تستخدمي السيرب اللي هو الشربات اللي بيتباع في ازايز. وننزل بعد كده عليهم بمعلقتين كبار من النشا، واول لما تغلي وتديني القوام الحلو ده نبتدي بقى نصبها في الكاسات، في الاطباق، صبيها في اي حاجه انت تحبيها او موجوده عندك. شايفين لونها عامل ازاي؟ ولا القطع الفراوله اللي فيها هتاكلي احلى مهلبيه فراوله. وبكده بقى يا حبايبي نبقى عملنا مهرجان الفراوله زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا عملنا المهلبيه القمر دي اللي فيها قطع من الفراوله، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين اللون؟ شايفين حاجه كده بيتي ما فيهاش مواد حافظه ولا اي حاجه خالص، تاكليها لاولادك بالف هنا وشفا عليهم وانتي مطمنه خالص كده. قطعناها وفرزنا منها، وكمان بقى عملنا العصير القمر ده، شايفين قطع الفراوله وما ضفناش ميه خالص، هو السيرب اللي نزل من السكر اللي احنا حاطيناه. شايفين يا جماعه؟ تاكلوا بقى كده بالمعلقه القطع الصغيره دي وتشربوا بيها القطع الحلوه دي. شايفين ايه ده؟ طعمه تحفه جدا، تقدروا كمان تضيفوا فيه اي قطع فواكه. وكمان عملنا العصير بقى الفراوله برضو، بس ده عصير بيوريه خالص، يعني ده ضربناه في الخلاط خالص. شايفين ده؟ يعني عملنا منه 2 عصير. وحبيبه بقى الكل، حبيبه الكل، القمر دي الفراوله البيتي بالطريقه بتاعتي تحفه جدا. شايفين يا جماعه اللون؟ بصوا شايفين؟ اللهم بارك، الله اكبر عليها، احلى كتير جدا من المربى بتاعت الشركات، بدون منافس، بكل اسرارها وبكل تركاتها. شايفين الحلاوه؟ حاجه كده ايه تحفه. ندهن بقى كده ايه، نجيب السندوتش كده وندهن من المربى القمر بتاعتنا دي، تاخد العصير الحلو ده في السندوتشات بقى، تديها لولادك وهم رايحين المدرسه، تعملي بيها لنفسك، تفطري بيها على حته بقى كده ايه. استنوا عشان العظمه بقى ايه تكمل كده، على حته قشطه بيتي. شايفين القشطه البيتي دي قشطه بقى ايه جميله، تجيلي مخصوص كده من البلد. ندهن بقى كده ايه عليها. شايفين العظمه؟ ايه ده؟ بصوا ايه العظمه دي، والله العظيم من غير حلفان احلى مربى فراوله هتاكلوها بجد، بكل اسرارها بكل تريكاتها، هتعمليها وهتطلع احلى كتير من الفراوله بتاعت الشركات. بس طبعا بقى لازم ايه نقفل البطرمانات بتاعتنا دي تمام، وتتاكدي من التكه، هو ده قفل الامان، وتشيليها. والبطرمانات بتاعتنا لازم تكون متعقمه. نقفل بقى البطرمانات كلها. تعالوا نشوف المهلبيه بتاعتنا، المهلبيه اللي فيها قطع الفراوله دي. شايفين يا جماعه؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بجد حاجه كده ايه تحفه. شايفين كريميه ازاي؟ شايفين ناعمه ازاي؟ حاجه كده ايه يا سيدي يا سيدي، ايه الجمال ده؟ طعمها حكايه، عاملاها بايديكي بمكونات بيتي، بجد حاجه كده عظمه على عظمه. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو وكومنت حلو منكم للتشجيع، ولو ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده اول باول. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم مع الف سلامه.